بسم الله الرحمن الرحيم. المشروع بتاعنا ان شاء الله عبارة عن مكوة. اول حاجة نشوف العطلة اللي فيها، فقبل ما نشوف اي عطلة او اي حاجة فيها نختبر الشرطة سلكت فيها. نضغط اللعب على وضع البزر، نيجي عند طرف مع طرف الفيشة، مفيش اي بزر، تمام، مفيش اي شرطة سلكت. نختبر برضو نتأكد ان هي الفيشة واصلة بالمكوة. في نقطة هنا مبزرة مع النقطة دي، ثبت مع النقطة التانية ما تبصدرش، تمام. ابدل، مش المفروض هنا ما تبصدرش عشان بزرت معايا في الاول، تبزر مع النقطة التانية، تمام. كده مفيش اي شورت سيركت معايا. ابدا اوصل المكوه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما وصلت المكوه لقيتها اللمبه شغاله معايا، شغاله تسخن معايا. غير في المؤشر، مش بيغير معايا. اول حاجه لاحظتها ان انا المكوه زيرو واللمبه منوره معايا، وبغير في المؤشر واحد اتنين وتلاته اربعه وخمسه للماكسيمم ستة، واللمبه مش تفصل معايا، مازالت في سخونيه برضه، مازال في سخونيه، تمام. نسيبها شويه شغاله معانا كده. هل اللمبة ممكن تفصل مثلا أو حاجة؟ فضلنا سايبين المكوة شغالة وبرضه ولا السخونية شغالة تزيد واللمبة شغالة، فكده أكيد في مشكلة من جوه، وإن اللمبة المكوة تفضل شغالة معايا كده يسرع ملفات ويخلي ملف الهيتر بتاعها أو ملف التنجستين يتحرق. فنفصل المكوة ونبدأ أول حاجة نفك المكوة ونشوف العطل اللي فيها. حطه على الأرض، تمام. برضه في حاجة إن أنا قدرت أثبت اللمبة. عندي نوعها نيو ريال، عندي شغالة على 220 و 240 فولت اي سي، والتردد 50 60 هرتز، والوات بتاعها 1000 واط، يعني 1 كيلو واط، وصنعت في الصين، تمام. بعد كده أول حاجة أبدأ أفك المسامير بتاعة الفيشة واللمبة. وهعمل نخش اللمبة كده، ونجيب المفك، فك المسامير. وأكون حافظ برضو أكون حافظ مكان كل فيشة كانت فين، كل سلكاية كانت فين، عشان ما تلخبطش. اول حاجه زي ما قلنا فكينا، المفروض يكون في غطا هنا، هنفكه بس الغطا مش موجود. بعد كده فكينا فصلنا الفيشه عن المكوى. بعد كده الحاجه نبدا نفك بالكفر. في مسامير هنا معمول على الكفر. فكينا مسامير نخش الكفر مكوى. بعد كده اللي عند الصاجه دي موجوده عشاء، تمام. بعد كده في عندي التول ده عباره عن ايه، مصنوع من الزهر، اسمه توق مصنوع من الزهر. دي السلكايه هخلعها ونقول وظيفتها بعدين. بعد كده فكيت التوق. بعد كده نشوف العطل فين ونرجع لكم تاني.
بعد كده نرجع تاني. اول حاجه برضو الملف شغال معايا عشان ايه؟ في تسخين. بس برضو ازاي نكون عارفين ان الملف شغال ولا لا؟ بنيجي نظبط الألف على وضع البازر نفس النظام هنا. تمام. بنيجي عند اطراف الملف هنا، انا عندي طرف وادي الطرف التاني. تمام. اجي احط الافو على الطرفين، بتديني على الافو هنا بيديني قرايه. اذا كان اداني قرايه، ده ملف في ملفات كتير مش هيديني بازر، هيديني قرايه. القرايه طلع اذا كان في قرايه معايا هنا يبقى كده الملف تمام سليم شغال معايا. لو القرايه كانت واحد بس في المؤشر في القرايه هنا يبقى كده الملف تالف او في حاجه. تمام. بعد كده نرجع نشوف المشكله اللي كانت موجوده. اول حاجه قبل ما اشوف المشكله لازم اكون عارف كل مكون موجود في الدايره في المكوه نفسها. انا عندي اول حاجه ده اسمه الترموستات. ده كل بعض الترموستات، بس ليه ثلاث اجزاء. ده الترموستات، الجزء ده اسمه الترموستات، الجزء ده اسمه الابلاتين، الجزء ده اسمه رجلاش النحاس. يبقى ترموستات، ابلاتين، الجزء ده ابلاتين، وده اسمه رجلاش النحاس. لقينا المشكله فين احنا؟ لقينا ان لقينا المشكله فين؟ لقينا ان الترموستات ملمس دايما مع الابلاتين. فبالتالي انا كده اذا كان الابلاتين والترموستات ملمسين مع بعضيهم كده، انا كده وصلت حراره في تيار وصل للملف. فبالنسبه لي المكوه شغاله دايما على طول، مش بتفصل ولا تفضل ولا تفصل مش هتفصل خالص، تفضل شغاله معايا دايما. فانا شغال اعمل بالمؤشر يمين او شمال مش بتفصل خالص. فبالتالي انا عندي لان الابلاتين متصل دايما بالترموستات، فبالنسبه لي كده ملف هيفضل شغال دايما على طول، وده هيؤدي ان ملف يتحرق ويبوظ. فانا لقينا المشكله فين؟ لقينا ان المفروض يكون الابلاتين ده مربوط برجليش النحاس، ولقينا رجليش النحاس هنا مفكوك بسبب ايه؟ بعض الخبطات والصدمات ادت الى ان المسمار بتاع رجلاش يفك. فهنا الرجلاش مفصول عن الابلاتين. فكده عايزين نخلي الابلاتين على المسمار، نخليها في السنتر بالظبط، مش متطرفة يمين ولا شمال. نخلي الرجلاش اللي هو ده محطوط على الابلاتين في السنتر بالظبط، واربط على المسمار ده. فك بس كده. فانا اربط على الابلاتين كده. انا ايه؟ فصلت الابلاتين عن الترموستات، فبالتالي هم مش متصلين مع بعض عشان دول ايه؟ اساس فكره عمل المكوى والمسؤولين عن تسخين الملف ان الترموستات يكون متصل بالابلاتين. بعد كده هنيجي للجزئيه التانية قلنا عليها السلك. السلكيه دي مسؤوله عن ايه بالظبط؟ السلكيه دي بتكون موجوده على الترموستات. تمام. السلكيه دي مسؤوله عن درجه الحراره، بحيث دي متحكمه في المؤشر بتاع المكوى. ان السلكيه دي بتكون متصله كده على المؤشر، مثلا عشان نوريها لكم بس. المفروض تكون السلكية داخلة هنا، تكون كده. تمام. فبالتالي مثلا أنا بخليها بواحد، فالترموستات قوة الضغط بتزيد عليه فيروح ملمس بالرجلاش، ملمس بالأبلاتين. فبالنسبة لي درجة الحرارة بتزيد. خليت على اتنين، قوة الضغط بتزيد أكتر، تلاتة أكتر. كل ما أزود درجة الحرارة كل ما قوة الضغط بتزيد أكتر على من الترموستات على الأبلاتين. تمام. بعد كده ازاي الميكانيزم شغال جوه في المؤشر. اول حاجه هنفك هنا المسمار ده. بصوا معايا لو فكها. انا عندي هي دي جزئيه في سوست عندي عشان قوه الضغط. في عندي سوست هنا وفي الميكانيزم ده هنا بيكون متصل عليها السلكايه دي. هتلاقيها هنا جايه زي بالتقوس. فبالتالي عشان عندي ايه؟ عندي قلنا ايه؟ من واحد لحد ستة. فبالتالي كل ما انا ازود درجة الحرارة هتلاقي هنا في تقوس بيختلف من درجة لدرجة التقوس بيختلف. فبالتالي قوة الضغط بتزيد او قوة الضغط
بتقل على حسب انا ظابط المؤشر على فين، على كام، على واحد ولا اتنين او خمسة ايا كان. بعد كده بعد ما شرحنا جزئية اللي زي طريقة شرح المؤشر شغال ازاي، هنرجع نركبها تاني الأول. نثبت القطعة دي الأول كده تكون كده، والجزء ده الخارجي ده من بره. بعد كده نثبت السوستة. بعد كده نيجي هنا ثبتناها كده. بعد كده نجيب المسمار. بعد كده ارجع اثبت المسمار هنا. كده انا ثبت المؤشر، ثبت السوستة. نيجي بعد كده للجزئية التانية، ان انا مثلا لما اكون مشغل المكوة وشغالة معايا تمام، وظابطها علي مؤشر درجة حرارة واحد اتنين أيا يكن أي درجة، بتكون اللمبة دي منورة معايا، ويكون في تسخين من المكوة. بس بيكون بعد مثلا عدى دقيقة كده بلاقي إن اللمبة فصلت والتسخين مازال موجود. فإيه اللي بيحصل داخل المكوة بيخلي اللمبة تفصل؟ إن أنا عندي لما كل ما تزداد في الوضع الطبيعي، مثلا أنا مشغل المكوة، الترموستات بيكون ملمس البلاتين تمام. ده في الوضع الطبيعي الترموستات ملمس البلاتين. فكل فكل ما تزداد درجة الحرارة، كل ما شايفين الحتة البيضة دي، المسمار ده وفيه حتة البلاستيك البيضة دي، كل إيه هتتمدد أكتر. كل ما تتمدد، كل ما تروح ضغط على البلاتين، تروح تخليه يفصل عن الترموستات. فدي الفكرة كلها اللي بتخلي اللمبة تفصل بعد وقت معين من التشغيل. بعد كده احنا كده شرحنا كل جزئية موجودة في المكوى والمكونات. هنبدأ بعد كده نجمعها تاني الأول. أول حاجة زي العطل بتاعنا، زي ما كنا عارفين إن الريجريشن النحاس كان فاصل عن الأبلاتين، ثبتناه كويس. نرجع نثبت التقل على المكوى. بص، أول حاجة حطينا التقل، ثبتنا المسامير بتاعتها، 3 مسامير. بعد كده هنركب السوستة، السلكاية مسؤول عن المؤشر. بعد كده نجيب الصاجة بتكون متركبة كده، السوستة بتكون طالعة من الجزء ده. السوستة السلكاية بتكون طالعة من الجزء ده تمام. بعد ما نركب الصاجة هنركب الجزء الأخير الكفر ده تمام. هاجي لازم أكون متأكد إن السلكاية داخلة في الجزء هنا عشان تظبط تتحكم في المؤشر نفسه. باجي هنا 3 أطراف، تلات تلات أطراف بتوع أكون ظابطهم، وأكون ظابط المسمارين دول هنا برضه اللي في النص تمام. بعد كده هاجي أثبت المسمارين اللي في النص هنا تمام. كده أنا ثبت إيه، أتأكد إن الكفر ثبته كويس. بعد كده أثبت إيه، أجي أثبت أطراف الأسلاك في المكوى. بعد كده نبدأ نثبت الفيشة مكانها. عندنا 3 أطراف. الطرف الأولاني ده لاين الفيشة بتاع المكوى، والطرف اللي في النص ده النيوترال مشترك معايا في الفيشة وطرف من اللمبة، والطرف التالت ده
طرف اللاين بتاع اللمبة، والطرفين اللاين الأول والتالت متصلين من الداخل من جوه. بعد كده هنوصل المكوة اللمبة وده وده وده. بعد كده لما جينا نوصل المكوة لقينا اللمبة ليد مش شغالة، فحشنا الكفر بتاعها ده، لقيناها فاصلة هنا. في سلك فاصل في طرف اللمبة الليد، فهنوصله. تلاتة. تمام. تلاتة. بعد كده احنا بنوصل الطرف الليد اللي فصل، الطرف التاني فصل مننا برضو، فقشرنا النحاس ونوصلها بطرف المقاومة اللي كانت متصلة بيها.